السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مواد سيارات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد عن علبة الدركسيون، وإمتى نعرف علبة الدركسيون ما ينفعش ليها تصليح تاني. لو أنت أول مرة تتفرج معانا على القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، ولو حسيت فعلا الفيديو فادك من هنا لايك. زي ما قلت لكم في أول الفيديو هنتكلم إمتى علبة الدركسيون ما تتصلحش وما تصرفش عليها جنيه، أو حرام تصرف عليها جنيه. ليه؟ علشان اللي هتصرفه هيروح في الهوا. طبعا ناس كتير جدا بتجيلي على اساس ان هي تصلح علبه الدركسيون، ويقول لي مثلا عندي مشكله في علبه الدركسيون، واقول له لازم تجيلي عشان اقدر اشخص العيب. في ناس بتيجي على اساس ان هي عندها مشكله في علبه الدركسيون، وبيبقى جاي على اساس ان هو عنده مشكله في علبه الدركسيون، وفي الاخر ما بيطلعش مشكله في علبه الدركسيون، بيبقى عيب تشخيص، او الصنايعي زي ما قلت لكم قبل كده بيتزنق ما بيعرفش يوصل للعيب فبيشخص في علبه الدركسيون. لان علبه الدركسيون بتبقى غاليه، فمش صاحب العربيه مش هيقدر يغير في وقتها، او كمان ممكن ما تلاقيهاش في المكان اللي هو فيه. هنتكلم بقى امتى ما تتصلحش، وامتى ما اصرفش عليها فلوس، وامتى ما اغيرش فيها براد داخلي وخارجي. لان دلوقتي عشان تغير براد داخلي وخارجي اقل حاجه مثلا عربيه زي كده براد الداخلي والخارجي هيعدوا ال 1000 جنيه. يبقى انا اول حاجه دي بصرف فلوس في الاول. ليه بقى؟ تعالى هنا قرب مثلا. يبقى الكلام ده بقى غير الزيت. يعني انا لو انا عندي مشكله في تسريب الزيت من الجنب اليمين او من الجنب الشمال، ما افكرش ان انا اصلح علبه الدركسيون، لان في ناس كتير قوي بتحاول ان هي تصلحها. واقل حاجه عشان تصلح علبه الدركسيون فيها تسريب زيت مش اقل من 800 جنيه، وانت طالع كمان، وفي الاخر شهرين ثلاثه وبتلاقي العلبه جابت زيت تاني. وده بيحصل مع ناس كتير جدا، وبرضك ما بيحرمش يبقى عايز يصلح تاني. يعني ما حد يجي يكلمني في التليفون انا عندي مشكله في تسريب الزيت، اقول له لا ما بشتغلش فيها علشان فيها مشاكل كتير، فانا طبعا مش عايز اوجع دماغي. فيقول لي فعلا انا صلحتها قبل كده وباظت ما كملتش معايا كام شهر، وعايز تصلحها تاني. يبقى اول حاجه لو العلبه جابت زيت يبقى افضل تغييرها. امتى؟ لو انا عندي بقى مشكله في العلبه نفسها بتخبط، لو كان علبه دركسيون زيت او علبه دركسيون كهرباء، اي علبه دركسيون، امتى ما افكرش ان انا اصرف عليها حاجه لو هي حتى ما فيهاش تسريب زيت. لو هي زيت، اوريكم دلوقتي دي مثلا علبه الدركسيون دي ما كانش فيها مشكله في تسريب الزيت نهائيا. هو كان عندي ماسوره من المواسير اللي هي المواسير دي، ماسوره الراجع هي اللي كان فيها مشكله في التسريب. فطبعا كنا هنغير الماسوره، وكنا هنصلح علبه الدركسيون عشان بتخبط، وهنركب تاني. بس طبعا اكتشفت ان انا هصرف فلوس على الفاضي مع صاحب العربيه، وساعتها فضلت اللي هو يغير العلبه على طول علشان ما يصرفش فلوس على الهوا. زي ما انتم شايفين هنا كده العلبه ما فيهاش سنه بوش، ما فيهاش سنه بوش. انا بس نقرب مثلا نكسر هنا بقى. بص دلوقتي هنا برضك فيها سنه خفيف، هنا محمل جدا. زي ما انتم شايفين العلبه فيها طاقه. تعالى بقى هصور لكم برضك حته العلبه مبوشه خالص زي ما انتم شايفين. يبقى هنا عندي سنه في الحلزونه او المشرشر، سنه متاكله وسنه سليمه. فايه اللي بيحصل لما بدات اللي انا احمل على البيستم شويه من هنا عشان اقدر اكشف عليها قبل ما اصلح وقبل ما اعمل اي حاجه؟ لان انا بكشف الاول من القصه دي، احمل البيستم عشان اقدر اشوف هل فعلا قبل ما افور بقى واتعب نفسي، هل فعلا عندي مشكله في المشرشر او الحلزونه. بتبان معايا لما اتحمل. زي ما انتم شايفين هنا كده، ده المشكله دي عمرها ما تتحل لان في تآكل. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هصلحها واقفل على الراجل شويه، هقفل له البيستم واخليه البيستم محمل سنه، ولما يجي يكسر الدركسيون سنه يبقى تقيل وسنه يبقى خفيف. ده بيبقى بسبب كده. تيجي تروح تعمل شغل في علبه الدركسيون تلاقي علبه الدركسيون محمله، جنب محمل وجنب خفيف. ده بيبقى سببه اللي عندك فيه تآكل في المشط او في الحلزون. يبقى هنا في الحاله دي ممنوع التصليح، ممنوع، لانك هتصرف فلوسك على الهوا. بالذات كمان لو انت غيرت براد داخلي وبراد خارجي مثلا وعملت حاجات طقم والساعات والكلام ده، هتلاقي نفسك دخلت لك في 2000 جنيه. 2000 ب 2000 كنت جبت مثلا زودت عليهم حطيت 2000 كمان وجبت علبه استيراد او جديده. بالشكل ده يبقى انا ريحت دماغي نهائيا، ما ارجعش لحاجه تاني اصرف على 1000. اقول دلوقتي مثلا انا ميزانيتي
مش سامحه، ميزانيتي مش سامحه، همشي على الوضع اللي فيه العربيه لغايه لما ربنا يكرمني واجيب علبه جديده. ليه؟ لان النهارده صرفت 1000، صرفت 2000، بعد كده هصرف 3 4 5، يبقى هتجمع المبلغ هتلاقيه مبلغ كبير، وفي الاساس انت كنت ممكن تعمله بنص الثمن اللي انت صرفته في الاول وفي الاخر. ده فيديو امتى اصلح علبه الدركسيون او ما اصلحهاش. يا رب يكون عجبكم.